سمعت الكلام ده من محمد العبار الملياردير الإماراتي المعروف ومؤسس شركة إعمار العقارية. تعالوا نشوف. الغرب ما يؤمن بالمنافسة. ما لا يؤمن؟ لا يؤمن طبعا، هذه ضحوكة. ليش؟ مايكروسوفت مسيطرة على حياتنا، جوجل مسيطرة على حياتنا، ميتا مسيطرة على حياتنا، أوراكل مسيطرة على حياتنا. دخلنا بالاحتكار يعني؟ لا خلونا نكون صريحين. تعال أنت اليوم بتجيب والله شركة مثل أوراكل تنافس أوراكل من الصين، قامت عليك السفارة الأمريكية. طيب هل محمد العبار صح علميا وعمليا؟ طبعا هلاقي حد في الكومنتات هيقول لي كلام فارغ زي يا عم ده ملياردير، انت مين علشان تعلق على كلامه وتقول صح او غلط؟ بص يا سيدي، لو انت من الاشخاص دي اقلب الفيديو وشوف اي فيديو تاني احسن لك. انا عايز بس 2% من البشر اللي بتفهم وخلاص، مش عايز اكتر من كده. فلو وصلت لحد هنا بقى اقفل اي حاجة تانية شغلاك وركز معايا دقيقة واحدة بس وانا هقول لك على الزتونة. بص يا صديقي، الشركات العملاقة عموما والشركات الامريكية خصوصا بتعمل ايه لما تشوف اي منافس قوي سواء داخل امريكا او خارج امريكا هيقرفها؟ هنقسم اللي بيعملوه لنمطين دايما بيتكرروا. النمط الاولاني تحسين وضع المنتج بتاعهم. النمط الثاني وده تقريبا اللي بيتكلم عنه محمد العبار واللي بيسموها تكتيكات إقصائية. الله أكبر. تعالوا بالراحة وبسرعة كده نفهم النمطين دول يعني ايه. بالنسبة للنمط الاول اللي اتكلمنا عليه وهو تحسين وضع المنتج بتاعهم، بيعملوا ايه فيه؟ اول حاجة بيسرعوا الابتكار وبيوسعوا قنوات البيع او بينزلوا الاسعار فوق التكلفة. وفي موضوع الاسعار ده بيعملوا بقى تكنيك مش لطيف احيانا بيسموه التسعير الافتراسي. يعني ايه؟ يعني بنزل للسعر لدرجة تخلي المنافس يخسر فيطلع من السوق، فارجع انا اكسب اللي خسرته اضعاف بعد كده. طب النمط الثاني اللي هي التكتيكات الإقصائية، فبيعملوا حاجة اسمها العقود الحصرية مع الموردين والموزعين، أو بيعملوا في عقودهم بنود اسمها بنود الأفضلية علشان يضمنوا أفضل شروط لمنتجاتهم على المنافسين التانيين، إنهم ياخدوا أفضل أماكن وأفضل شكل وظهور وأفضل عروض حصرية ممكنة على المنافسين. والنمط ده بقى في حتة كده خبيثة شوية، حاجة بيسموها الانسحاب أو الاستحواذ والاندماج. يعني إيه بقى الكلام ده؟ يعني الانسحاب من المنافسة ولو شايفين ان المنافسة مش جايبه همها معاهم، او الانسحاب لما يكونوا في وضع قوة علشان يفرضوا شروطهم باقصاء الطرف الاخر، او الاستحواذ على او الاندماج مع اي شركة او تقنية حاسين انها ممكن تضايقهم او تسبب ليهم مشكلة في المستقبل. وعايز اقول لك ان كل الشركات دي عليهم مئات القضايا جوه امريكا نفسها واللي بيخسروا فيها بالمليارات كمان كل سنة. وعلى فكرة انا لا بدافع ولا بنتقد اي رأي، كل واحد حر، بس خلي بالك لازم تبقى فاهم ابعاد الكلام كويس